المخزون الذي نملكه في منظومتنا القانونية، وقد قدمت بعض الإشارات. هذه المواد القانونية تحتاج إلى تفعيل وتطبيق، والحمد لله أن المواد المتعلقة بالوساطة القضائية مواد مهمة جدا، بيقين أن تطبيق هذه المواد يحتاج إلى تعاون الجميع، من جهة القاضي الذي يجب أن يحسن عرض الوساطة على الخصوم طبقا للمادة 994. هذا شرط أساس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مادة 994. هذه خاصة بالقاضي. الطرف الثاني الذي يسهم في التفعيل وتحقيق هذه الفاعلية المتقاضون، الخصوم الذين يمتثلون أمام القاضي في قضيتهم، أيضا هم عندهم دور أنه يقبلوا الوساطة القضائية، لأنه إذا كان القاضي أحسن عرضها ولكن رفضها الخصوم أو أحد الخصوم فلا يمكن أن تطبق هذه المواد إطلاقا. الطرف الثالث هم إخواننا الأفاضل من المحامين اللي عندهم دور في شرح وبسط قواعد الوساطة القضائية، لأنه كثير من المتقاضين لا يعرفون إطلاقا أحكام الوساطة. شكون اللي يشرحها له؟ المحامي. يقول له كي توصل قدام القاضي، هاو القاضي يعرض عليكم الوساطة، انتم قبلوا، وربما كي تقبل انت الخصم نتاعك يزيد يتشجع ويقبل، الله يبارك. هذو ثلاثة كي تعاونوا هذون إن شاء الله تعالى، ويأتي دور الوسيط هنا. لازم أيضا هو يكون فعالا، يطبق خاصة المواد 595 597 والمادة 1003 والمادة 1004. إذا كان أيضا الوسيط يكون شاطر في تطبيق هذه المواد بإذن الله يكون هناك نجاح كبير في الوساطة على مستوى المحاكم. ولكن قبل ذلك كما قال الأستاذ الله يبارك، عندنا قيمة الصلح، والحمد لله القانون 08/09 نص على أحكام الصلح قبل نصه على أحكام الوساطة.